كل التاريخ مزيف يا دكتور. اوعى تفتكر ان الفراعنه هم اللي بنوا الاهرامات، لا، كل اللي عملوه انهم رموا الاساسات وبس. طب وما كملوش ليه؟ اختلفوا مع المقاول ولا المونه عجزت معاهم؟ انت بتتريق عليا؟ لا 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 يا راجل، انا معاك. الفراعنه ما عملوش اي حاجه تصيت ولا الغنى، بس احنا ما ينفعش نقول الكلام ده يا احسان، علشان الاقتصاد والسياحه واكل العيش. ده مش مبرر يا دكتور، انا لازم افضح زيف الحضاره الفرعونيه للعالم كله. طب اهدى بس اهدى، انت زعلان من الفراعنه ليه يا احسان؟ حد فيهم ضايقك؟ انا متضايق من كل الحضارات الانسانيه، بس هبدا بالفراعنه لان هم اصل الحضارات دي. ايوه بس احنا من غير الحضارات دي ما كناش هنقدر نعيش في تطور ورفاهيه. ايه ده؟ المروحه ما بتشتغلش ليه؟ من الحر ده. انا ههد كل ده، ههده بمشروعي العظيم. انسف حضارتك القديمه. بص بص بص، ده الهرم وده ابو الهول. الاول هنخضر ابو الهول وناخد سلاحه علشان هو اللي بيحرس الهرم. برافو، صح. فكرت هتخضره بايه؟ طبعا طبعا فكرت. بتفوتني. بص يا دكتور، ده بقى الرسم التفصيلي للآلة اللي انا اخترعتها. بص، البخاخة اتون رع طراز 1500 معدل على ابوه. وبعد ما تنسف الهرم هتردم النيل. ده انت عبقري، انت كنت فين؟ انت بتقرا افكاري. طبعا لازم نردم النيل علشان ما عادتش تقوم اي حضارات من اساسه. طيب والكورنيش ذنبه ايه؟ انت كده هتقطع على بتوع الترمس والذره والعيال الحبيبه. يا سيدي قضوها كافيهات بلا قله ادب ومسخره. ما الكافيهات دي حضارات برضو يا احسان. لا، دي حضارات غربيه جايه لنا من بره، دورها جاي ان شاء الله، بس بعد ما اخلص من الحضارات القديمه اللي طالعه لي دي. طب ما تاخد بريك يا احسان شويه، او حتى تاخد نفسك. مفيش وقت يا دكتور، انا لو خدت نفسي هتطلع لي حضاره جديده ما كنتش عامل حسابها. ابقى اعمل ايه؟ هو انا فاضلهم؟ انا عايز اعيش بقى. طيب ما تعيش يا احسان وسيب الحضارات تعيش. وهي دي عيشه يا اخي؟ دي عيشه؟ بقالي 15 سنة مدرس أول تاريخ، عمري ما اديت مجموعة واحدة ولا درس خصوصي واحد، وكل المدرسين قاعدين يعملوا السبوبة مع كل الطلبة وأنا قاعد أدش دبان. يا نهارك اسود، أنت عايز تنسف الحضارات عشان ما بتديش دروس خصوصية؟ ما هو ما حدش بياخد دروس في التاريخ، يبقى التاريخ ده لازمته إيه؟ ما هو أنت تلاقيك برضه مدرس وقيع يا إحسان وما بتعرفش تشرح. وقيع؟ أنا وقيع؟ أنا وقيع؟ لا لا لا، أنا اللي وقيع، أنا زبالة. طب والله لو أوريكم، أنا هشخبط على كل جدران المعابد وبالقلم الجاف كمان. يا دكة هتشخبط عليها. لا، وبالفلوماستر كمان اللي اتقدر. الناس كلها بقت مجانين يا رب. هيشخبط بالقلم الجاف هنمسحه بعد كده، إنما بالفلوماستر مش هيمسح. ايه الحاجات دي يا كامل؟ هو انت ناوي تبني عياده على شكل هرم؟ عيادة ايه اللي هبنيها على شكل هرم يا صلاح؟ ده واحد مريض عندي عاوز ينسف الهرم ونسي ورقه. الله، ده ابو الهول. طب هو ماله رسمه كده بشنب وحاطط له مكياج؟ هو عاوز يدمر فكره ان ابو الهول نصه انسان ونصه حيوان، عاوز يعمله نصه راجل ونصه ست. مجنون يا صلاح. يا عم ايه الكلام الفارغ ده؟ ما ترمي الزباله دي. بص انا هستنى اسبوع، لو ما جاش ياخد الحاجات دي هاخد انا الشنطه دي، اصلها عجباني قوي. طب لو ناوي تاخدها انا مستعد اشتريها منك، اصل انا برضو نفسي شكلي يبقى محترم، بس اخدها منك بنص السعر. انت مكانك، اقف مكانك، اقف مكانك، اقف مكانك. هتوصل العياده بسرعه. اقف مكانك، اقف مكانك، ولا كلمه. والله عال عال خالص، عاملين لي تجمهر ولمين لي شويه بلطجيه. ما حضرتك انتخابات يعني الشيء لزوم الشيء. وحضرتك باصص لي انا بس ليه؟ انا مش معاهم، انا حضرتك مضروب اهو. اقف مكانك. كلنا الصندوق اشتبعنا فيها يا فندم. ليه؟ طب الصناديق دي فيها اوراق الاقتراع في بلاغ عن واقع التزوير يا حبيب قلبي. تمام يا فندم، لقيت الشنطه دي جوه وانا بحس الامن اشتبهت فيها. الشنطه دي فيها ايه بقى ان شاء الله؟ فيها بطايق انتخابات مطلوبه ولا فيها منشورات؟
وحضرتك هتودينا في داهيه ليه؟ دي ما فيهاش غير ورق مشروع تدمير ابو الهول والاهرامات الثلاثه. تدمير ايه يا اخويا؟ ابو الهول والاهرامات الثلاثه. وبعدين في الحقيقه هي مش شنطتي، هي شنطه كامل اللي واقف قدام حضرتك ده اهو اهو. الو، عمليات حول. الموضوع كبير قوي سيادتك يا فندم. سيادتك يا فندم، موضوع الانتخابات ده مجرد غطاء لخليه ارهابيه سيادتك يا فندم، هدفها هدم الاهرامات الثلاثه سيادتك يا فندم. وابو الهول والحضاره الفرعونيه ما هي بايظه بقى. يا حبيبي الله يخرب بيتك يا صلاح. يا فندم انا ماليش اي علاقه بالشنطه دي، الشنطه دي بتاعت مريض عندي وانا بعالجه. انا الدكتور كامل درويش، اخصائي امراض نفسيه وعصبيه. والمريض طب عندك الاوراق ليه؟ عشان تعمل لها تحاليل ولا عشان تصورها له؟ ازاي ما خدناش بالنا الموضوع ده يا كامل؟ كنا صورنا نسخه ليا ونسخه ليك ونسخه لحضره الظابط، كنا رجعنا له الاصل. ربنا ياخدك يا صلاح. خلاص يا جماعه نهدى بقى كده ونتكلم بهدوء ومن غير دوشه. احنا كلنا ولاد البلد دي، يعني البلد دي تبقى امنا. واحيانا يعني الابن بيغلط في امه، لكن الام حنينه قلبها كبير وبتسامح زي ماما بالظبط. لكن لازم يكون في عقاب، صح؟ عشان كده يلا حبايبي، يلا معايا. ايه هنروح فين؟ هنروح نتفسح؟ ده انا هفسحكوا حته دين فسحه هتحلفوا بيها طول العمر. طب لحظه بقى اجيب الكاميرا بتاعتي عشان ابقى اوري الصور لماما. لا تعالى، مفيش داعي، ما هي ماما جايه. والله ماما دي ماما جايه، وخاله جاي، وعمه جاي، وجده جاي، كله جاي، كله هيتلم يا حبيبي. انت فاكرهم هيفسحونا يودونا القناطر؟ امال هيودونا فين؟ هم هيودونا القناطر برضه، بس عند بابا زعبل. وبابا زعبل ده بيعمل ايه يا كامل؟ ده تخصص نفخ بلالين. الله. يا حرامية يا نور، سرقتوا الشنطة بتاعتي، شنطتي يا ربي، شنطتي اللي فيها المشروع بتاعي، المشروع العبقري اللي فنيت عمري في التخطيط ليه. حبيبي انت وصلت اهو، هو ده سعادتك اللي بكلمك عليه، هو ده صاحب الشنطه. ايوه انا الذي حيث كنت، انا صاحب الشنطه اللي فيها المشروع العبقري، مشروع يا ناس، مشروعي انا، وعندي اثباتات انه مسجل في اكاديميه البحث العلمي في فيينا وباسمي انا. يا حبيبي، ده انت باعترافك الجميل المثير ده وفرت عليا مشوار طويل قوي. ايوه اقبض عليهم الحراميه دول. معلش يا فندم، بس انا عايز اقول لسعادتك حاجه، ده مريض. ما هو انا ياخده هو ياخدك انت، انت ولا هو اختار. لا سعادتك خده هو خلاص، بس لو فجر لكم الاسم انا ماليش دعوه. هو مجنون بجد؟ يعني حضرتك شايف الخلقه السمحه اللي قدامك دي هتبقى عاقله ازاي يعني؟ لا ان كان كده بقى خلينا في قضيه الانتخابات احسن.